السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله بسيط وسهل، هنعمل فيه ترايفل موز ببواقي الكيك. يعني انا هنا عندي بواقي كيك كان عندي، بما انه كده مثلا الاولاد ما كلهوش، فاحنا هندخله لهم كده في شكل كاسات، وهنضيف له بعض الفواكه والعصاير، وان شاء الله هياكلوه هيبقى حلو جدا ومغذي. طيب هقول على المقادير. انا معايا هنا اي فاكهه بقى موجوده عندك، بس اهم حاجه يكون فيه موز وفراوله وتفاح مقطعاهم مكعبات، والموز هنا طرنشات. معايا عصير برتقال، ومعايا عصير فراوله، وهنا دي معايا هنا بسبوسه. لو مش موجوده عندك خلاص، هي يعني مش اساسي في المقادير. وده معايا ايس كريم فراوله، او ممكن كريم شانتيه. لو عندك كريم شانتيه مخفوق. هنشوف كده هنعمل الكاس ازاي. هجيب عندي الكاس طبعا اللي هصب فيه. اول حاجه هضيف عصير الفراوله بس كده بالشكل ده، شويه صغيرين. وبعد كده هضيف عندي الفاكهه، بضيف موز وتفاح وفراوله، بنزلهم كده في العصير. وهضيف هنا عندي كده البسبوسه، هعمل كده قطع صغيره بالمكسرات، حاجه بسيطه برضو في الكاس يعني بشكله. وهنا الكيك برضو هقطع فيه كده واضيف منه قطع. الكيك هنا بقى هحط عليه عصير البرتقال، بديله حاجه بسيطه كده بسقسقه بس عشان ايه يطرى معايا كده، يتشرب معايا العصير ويبقى طعمه حلو، مش هيحسوا ان هما بياكلوا الكيكه. بعد كده بحط برضو شويه فاكهه كده صغيرين من على الوش، شويه فراوله وموز وتفاح، اي نوع بقى فاكهه موجود عندك، وعليه برضو شويه عصير صغيرين كده. اخر حاجه بقى بضيفها هنا الايس كريم او الكريم شانتيه زي ما قلت لحضراتكم. ممكن كمان كده على الوش نحط شويه عصير من الفراوله على الايس كريم الفراوله. ولو انت حطيتي بقى كريم شانتيه ممكن تحطي كراميل على الوش. انت بقى معاكي الفكره وتقدري ان انت تبدعي. وطبعا بيبقى شكله اهو الشكل النهائي، بيبقى شكل طبقات كده والعصير تحت، وهيعجب الاولاد ان شاء الله. يا رب فيديو النهارده يبقى سهل وخفيف ويعجب حضراتكم. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة، ويشرق فيها شعاع الآمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق، ولا شيء يبقى كحسن العمل.